السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله ان احنا النهارده في العمريه في جمعيه الاتباع الخيريه. احنا معانا 100 كيلو بطاطس ان شاء الله باذنك يا رب. احنا كده حطينا اجزاء زيت يا استاذ علي، وهنجيب كمان صفيحه سمنه اهو. تمام، بتكدح شويه كده الزيت والسمنه اهو. نعلي النار بس تكدح معانا كده زيت وسمنه. اللي طبعا انا معايا صلصه، انا عامل في حدود 15 كيلو طماطم صلصه، طماطم بلدي. تمام. ومعايا في حدود 4 كيلو صلصه. تمام، 4 كيلو صلصه اللي هي صفايح، اللي هي المعجون. ايوه تمام، لان انا معايا 100 كيلو، لازم البطاطس تطلع لونها احمر وتطلع نظيفه وكويسه. تمام، عشان ما تبقاش بيضه. طبعا ما ينفعش تبقى لونها صايص، احنا بنقول عليها في الشغل لونها صايص، ما ينفعش. واخد بال حضرتك؟ طبعا يا دوبك هو صفيحه سمنه زي دي كيلو، هي ما بتجيبش كيلو عامه، 900 جرام او حاجه زي كده. دي كيلو، وجزاء الزيت كيلو برضه، يعني دول يعتبروا 2 كيلو بس على 4 كيلو معجون اهو. 4 كيلو وفي حدود 15 كيلو اهو. تبص علي كده، او 17 كيلو صلصه طماطم. طبعا انا بنكتر من دي اكتر من دي عشان دي الطعم كله. دي الطعم، دي لون طماطم طبيعيه. كده هنجيبوا البصله معانا. احنا معانا في حدود 5 كيلو او 7 كيلو بصل اهو اهو. بندبلها شويه، واخد بال حضرتك، وبعد كده ايه ننزل بالشغل بتاعها. طبعا كميه الخضار هتبقى معانا كبيره شيف. طبعا 100 كيلو بطاطس بنعمله مع برضه التسويه تكون ليها معدل مظبوط. طبعا انت بص يا سعالي، البطاطس عامه ما بتغيبش في التسويه، 3/4 تسويه بنيجي طافي عليها. يعني تاخد لها ساعه مثلا في الصهد والسخونيه بتاعه الصلصه بتاعتها، الخضار بتكون استوت، عبال ما نيجي نغرف بتكون ما شاء الله عليها. لان انا لو سويتها تسويه كامله في الصلصه لما نيجي نغرف، طبعا البطاطس كلها نشت، هتلاقيها فصلت وانهارت وراحت معجنه بمعنى اصح. لازم يكون فيها تكه برضه، لازم يكون فيها سن. واخد بال حضرتك؟ السنه دي بتيجي ايه بقى؟ بتيجي مع السخونيه، نطفي عليها ونسيبها في الحله بتاعتها. واخد بال حضرتك؟ تمام يا شيف. هنستنى بقى كده البصلايه ما تدبل. البصلايه ندبلوها شويه. تمام، تدبل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. بص كده يا استاذ علي، انا طبعا مش عايز ندبله جامد، او بمعنى صح مش عايز نحمره، عايزه نتنه كده ايه يبقى يعني حي كده. عشان يبان طعمه في الاكل، واخد بالك، ويبان طعمه في الخضار في الطبيخ كمان. واخد بال حضرتك؟ ده ايه، مش كيلو ولا نص كيلو، لا. بص شايف، بص البصلايه ثابت خالص اهي، دبلت. انا دوبك بندبلها عشان طعمها يبان بس. تمام. بسم الله، توكلت على الله. بسم الله. كده الاول الصلصه المعجون اهي، وادي الصلصه البلد اهي. بسم الله. كده البلد والمعجون مع بعض اهو. كده التقليبه بقى هتسيبها تتسبك بقى يا شيف. هتسبك بس هنديها التوابل الاول. تمام. كده بقى الشيف احمد هينزل بالتوابل اهو. استاذ علي، انا عندي ملح، تمام، وعندي ذره شطه بسيطه، كزبره، فلفل اسود، بابريكا، حبهان، قرفه، ملح، شطه بسيطه نطعم بيها برضه. كزبره، فلفل اسود ده الاساسي، تمام، وسنه بابريكا، حبيتين حبهان بس نطعم بيهم، وعودين قرفه، والملح. ونيجي مقلبها كلها، ونيجي مغطي عليها ربع ساعه، ساعه ما تغلي وتتسبك. انا ممكن كده نزودها شويه ميه كمان، لو انا عايز نزودها ميه بنزودها ميه، مش عايز نزودها بنخليها زي ما هي، لان هي تقيله وحلوه معايا. ايوه. واخد بال حضرتك؟ هنسبكها اول يا شيف ولا حاجه بسيطه؟ لا، انا بنسبكها 3/4 تسبيكه، وبعد كده نجيب الحله الثانيه نحطها ننقص فيها على قد البطاطس بتاعتي، وننزل البطاطس ونزودها ميه ونسيبها تكمل التسبيكه بتاعتها مع البطاطس عشان البطاطس تشرب منها. واخد بالك؟ وتدي الطعم بتاعي اهو. كده هنعلي ناري عشان الوقت، وعشان تبقى تغلي معايا وتنجز معايا. بص كده يا استاذ علي، طول ما في الرغاوي دي يبقى لسه ما اتسبكتش. أيوة. تمام، لازم يكون لونها احمر زي دي. فانا طبعا عشان الوقت معانا اهو هننجز الحلتين وننزل بالبطاطس بتاعتي وتاخد بقيه تسويتها فيه. تمام. هي كده اتسبكت كويس يا شيف. 3/4 تسبيكه. أيوة. مش تمام يعني، واخد بالك، مش تسبيكه جامده. لو قلت لحضرتك طول ما في رغاوي كده ولسه يبقى دي لسه ما اتسبكتش جامد. بس انا اهو زي ما انت شايف اهوت، اللهم صل على النبي اهو،
ننجز بقى على جدي ونجيب البطاطس نحطها حله وحل، هنا 50 وهنا 50. ايوه اهو كده هنجيب البطاطس وننزلها بقى ان شاء الله. بسم الله. طبعا البطاطس في التقطيع لا هي كبيره خالص ولا هي صغيره خالص، حاجات متوسطه كده. وسط. خد بال حضرتك، وسط عشان تستوي معايا. تمام. وفي نفس الوقت مش صغيره خالص عشان ما تنهريش. ايوه. طبعا احنا لازم نحطها في ميه الشوربه عشان النشا بتاعتها. عشان ما النشا وبعدين ما تسودش مني. اه. صلى على النبي. ادي كده الشيف احمد بيقلب اهو. طبعا هي توابلها كده مظبوطه يا شيف. توابلها مظبوطه بس لسه هنزودها شويه ميه. عشان كده لسه البطاطس برضو هتجيب معايا نشا. لازم الصلصه تغطيها يعني. طبعا ان شاء الله. اهو كده بس ايه تزود ميه وخلاص. طبعا الخضار ما بيزودش شوربه، الشوربه بتحل الصلصه تخلي لونها فاتح صايص خالص، لازم تزود ميه عشان الميه تثبت اللون. احنا الخضار اللي معانا يا شيف هيبقى بطاطس بس. بطاطس بس كل يوم، بطاطس بس. بطاطس بس، بطاطس وراك ورز بشعريه. لا لا لا. كده الشيف احمد يزود اهو ميه كده. كده لسه هي هتغلي تاخد تسويه، كل الميه دي هتنشف بعد كده، مش هتستنى زي ما هي كده. خد بالك. اهو كده نسيبها تغلي بقى براحتها، علي عليها وما نخافش عليها ابدا. كده مفيش حاجه تلدع بقى منها، ولا بصل في الارضيه ولا اي حاجه خالص. تمام. يستوى هنشوفه بقى الشيف ان شاء الله باذن الله. بسم الله. بص يا استاذ علي لسه ما غلتش اهي. لازم تاخد تقليبه برضه كده. لازم عشان الارضيه، عشان الصلصه فيها بصل ممكن يلزق في الارضيه لو النار شديده، ينزل في الارضيه يلزق في الارضيه ويشيط ويخلي الخضار شايط وريحته مش تمام. اهو ولسه ما غلاش عامه. بص يا استاذ علي طول ما في رغاوه كده، في رغاوه اهي، تعرف ان الصلصه لسه ما سبكتش والبطاطس لسه ما جاوبتش. ساعه ما تضرب كده المقصوصه تحس بخشونه. بص خشونه، البطاطسيه لسه خشنه زي ما هي ما استوتش لسه. انما لما تستوي تعمل كده تحس ان البطاطس سفنج بيجري من على المقصوصه. شربت خلاص الصلصه. مستويه. بص كده يا باشا. بسم الله. شايف دي بدات تغلى اهي، صح؟ ايوه. اهو نص سوا كده اهي، ضربه المكسوره نص سوا اهو. بص نص سوا. بص الصلصه ما فيش رغاوه اهو كده خلاص بقى. دي خلاص بقى، ده داخل على تسويه. بص بقى دي لسه اهي. شايف الفرق بقى؟ بص كده، بص كده الفرق. شايف دي عامله ازاي وده عامله ازاي؟ شايف الرغاوه دي لسه ما اتسبكتش ولسه ما دخلتش في سوا. بص دي طبعا انا مهدي النار عشان في بصل. خلاص. انا مهدي النار عشان في بصل تحت ينزل في الارضيه، ممكن تعمل ارضيه مني. تتحرك وتشيط الشغل بتاعك. اهو شفت الفرق بين الحلتين؟ ايوه باينه خالص. الرغاوه ديت لسه كده ما غلتش كمان. ما شاء الله. كل ما تغلي اهي كل ما تديك لون ويبدا الرغاوه بتاعتها تروح اهي. كده هي خلاص يا شيف احمد. خلاص كده. الله يخليك يا باشا. بص كده يا باشا. كده خضار البطاطس اهو. شوف كده، بص بطاطسايه دابت كده. انا هنطفي عليها اهو، انا طفيت النار اهو. بص كده يا صاحبي. بسم الله. بص كده السوا اهو. بص اهو مش مستويه مهريه، لا اهو. بص برضه ماسكه نفسها. ماسكه نفسها. ومع البخار ده عبال ما تيجي تغرف ساعه كمان تلاقيها زي الفل. بالهنا والشفا عشان تقدر تستحمل معاها لاخر النهار. بالهنا والشفا. الثانيه زيها برضه. الثانيه على ما اعتقد لسه شويه. حاجه بسيطه خالص.
ان تمام. شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.